في سنة 1970 عائلة اسمها بيرون انتقلت لبيت ريفي في ولاية رود آيلاند بأمريكا. من أول ليلة البنات حسوا إن في ست واقفة في أوضة بتبص عليهم وما بتتحركش. كل يوم كانت بتزيد الحاجات الغريبة، أبواب بتتفتح لوحدها، ريحة عفن طالعة من ولا حاجة، وأصوات بتنادي أسمائهم. الأم بدأت تتغير، صوتها اتبدل وكانت تتكلم بلغة محدش فاهمها. لما جم يحققوا اكتشفوا إن البيت كان بتسكنه زمان اسمها باثشيبا. اتهموها إنها كانت بتعبد الشيطان وبتضحي بأطفالها. العائلة استدعت الزوجين إيد وورن ولورين وورن المتخصصين في الظواهر الخارقة، لكن اللي حصل بعد حضورهم كان أبشع من أي فيلم. الأنوار انفجرت والأم طارت من على الأرض، وصوت في البيت صرخ: البيت ده ملكي. بعد الحادثة العيلة سيبت البيت وما رجعتش له تاني أبداً.